بص على ده، تخيل انك بتجري بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، بس الفرق انك مش عربية، انك كائن حي. وده اللي بيعمله الفهد، اسرع حيوان على وجه الارض. بس السرعة لوحدها مش كفاية، الصيد عنده لعبة ذكاء مش مجرد جري. الفهد مش بيجري ورا اي حاجة وخلاص، لازم يختار فريسة ضعيفة او بعيدة عن القطيع عشان ما يضيعش طاقته على الفاضي. بعد ما بيحدد هدفه مش بيهجم فورا، بيبدأ يزحف في وسط العشب الطويل، وبيستخدم لونه المؤقت عشان يفضل مختفي. لازم يقرب على قد ما يقدر قبل لحظة الانفجار. اول ما يوصل للمسافة الصح بيندفع فجأة باقصى سرعته. تخيل انه بيوصل من 0 ل 120 كيلومتر في الساعة في 3 ثواني بس، اسرع من اغلب العربيات اللي بنشوفها في الشارع. الفريسة مش غبية، بتبدأ تغير اتجاهها فجأة عشان تهرب. بس هنا الفهد عنده سلاح سري، عموده الفقري مرن جدا، وده بيساعده يلف بسرعة رهيبة ويفضل قريب من الفريسة. بعد حوالي 20 ثانية الفهد لازم يحسم المعركة. لو الجري طول اكتر من كده جسمه بيسخن بشكل خطر، فبيستخدم مخالبه القوية لاسقاط الفريسة، وبمجرد ما تقع بينقض على رقبتها وينهي الموضوع في ثواني. بس هل بينجح دايما؟ رغم كل المهارات دي الفهد بينجح في الصيد بنسبة 50% بس، لان الفرائس عندها خطط ذكية للهروب.